السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيناس حسنين. لو أول مرة تشوفوني انزلوا بسرعة اعملوا اشتراك ولايك للفيديو، واللي بيشوفني على الفيسبوك أو الانستجرام بسرعة يعمل لايك ومتابعة. معانا النهاردة الصنف الجميل الموفر بتاعنا، البفتيك الرائع 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 اللي بلحمة مفرومة، مش بلحمة من الغالية دي، لأ احنا هنعمله موفر باللحمة المفرومة. شايفين بفتكوا جماله، رائع رائع رائع، بالكفر بتاعه مستوي وطعم وجميل. ومن كيلو اللحمة هنعمل اكتر من آه، حوالي 18 قطعة بفتيك، كتير وجميلة وطرية وطعمها تحفة 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 زي ما انتوا شايفين، والكفر بتاعها جميل جدا جدا. يلا بسرعة معايا على المقادير بتاعتنا. معايا كيلو لحمة، معايا بصلاية كبيرة مبشورة، معايا كوباية من البقسماط، ومعلقة كبيرة من الثوم البودر، بصل بودر، توابل الكفتة، توابل اللحوم المتنوعة، والكبة الصيني، ومعلقة من البيكنج باودر. و بسرعة يلا نشوف الطريقة بتاعتنا. معلقة البيكنج باودر دي مهمة جدا يا جماعة. التوابل بتاعتنا زي ما قلنا، توابل كفتة، توم بودر وبصل بودر وكوبيبة صيني وتوابل لحوم متنوعة. كوباية كبيرة من البقسماط، بقسماط العادي خالص السايب او اي نوع انت بتستخدميه مفيش اي مشكلة. بصلاية كبيرة حطيها بحالها من غير ما تصفي المية ولا اي حاجة، لان البقسماط هيمص المية اللي فيها. شايفين؟ نعجن فيها لحد ما تبقى زي ما انتوا شايفينها كده. هنبتدي بقى نجيب حاجة عشان نخلي كل قطع البفتيك قد بعضها. انا جبت مكيال صغير وابتديت ادهنه زيت واعمله اهوت كور كلها الاول. عملتها ظبطت كيلو اللحمة كله كور كده زي ما انتوا شايفين عشان تبقى كلها متساوية. البفتيك الكداب بتاعنا ده بأي لحمة مفرومة عندك، صنف مميز جدا للعزومات. محدش هيعرف انها لحمة مفرومة، كل الناس هتفتكر ان هو بفتيك عادي جدا. بيبقى طعم وسريع، ممكن تفرزيه بالكفر بتاعه عادي خالص. انا بفرزه في الفريزر مفيش مشكلة وبطل. شايفين الكمية؟ كمية كبيرة جدا وحلوة وكتير قوي قوي وجميلة. نجيب كيس بقى على طول ونرش دقيق. بدل ما ترجعي تحطيه تاني في الدقيق، انا بفرده على الدقيق على طول. رشي بقى كتير وافردي بالنشابة، وطبعا لازم بكيس علشان هيلزق منك اللحمة. رشي دي كمية حلوة، انا برجع رش تاني اهوت وبفردها. افرديها على قد ما تقدري بحيث تبقى رقيقة وحلوة شبه البفتيك اللي بيجي من عند الجزار مدقوق. شايفين؟ اتفردت خالص اهي. رشيت تاني دقيق عشان تبقى متماسكة معاكي. شايفين السمك؟ رفيعة خالص اهي. بأي شكل بقى يعني، حتى البفتيك اللي بيجي من عند الجزار ما بيبقالوش شكل معين، يعني هو بيبقى مفرود وكبير وخلاص، مدقوق وكبير. فانتي افرديها بأي شكل، ما تتعبيش نفسك انها تطلع كلها شكل واحد. هي بس هتطلع حجم واحد لان احنا عاملين الكور قد بعضها، فهي تقريبا هتطلع حجم واحد، لكن مش شرط الشكل منتظم لان البفتيك اساسا ما بيبقاش شكله منتظم. معايا الكفر بتاعي بيض ولبن وعليه شوية فلفل اسمر. معايا الكفر بقى بقسماط وفيجيتار ودقيق ورشة من البيكنج باودر. فيجيتار وبقسماط ودقيق، كوبايتين دقيق، كوبايتين بقسماط، كوباية من الفيجيتار عليهم. معرفش والله في الدول العربية الفيجيتار بيبقى اسمه ايه، بس هو انا استخدمه بقسماط ودقيق. وحطوا التوابل بتاعت اللي انا حطيتها على اللحمة كلها هتحطيها على الدقيق اللي انتي بتغطي بيه ده، على الكفر البقسماط مع الدقيق بتحطي عليه نفس التوابل اللي انتي تبلتي بيها البفتيك بتاعنا عشان يبقى طعمه مميز، والكفر بتاعنا طعمه مميز. اهو هنبتدي بقى نفرزه زي ما هو كده في الكفر. انا بجيب اطباق وبحط ورق اهو زي ما انتوا شايفين، وببتدي افرزه وبطلعه على فكرة متجمد. يا اما بقليه في الزيت يا اما بحطه في الاير فراير
بارُش عليه رشة زيت وباحطه في الair fryer بيبقى جميل جدًا، أو باقليه في الزيت أو اقليه في الفرن، حطي رشة زيت برضه واقليه في الفرن. صنف سريع عندِك في الفريزر، لو جالِك أي ضيف في أي وقت بيستوي بسرعة جدًا، ما فيش أي مشكلة وهو مجمد. ما تحاوليش تفككيه، لو أنتِ مفرّزاه ما تحاوليش تفككيه وتحمّريه متفكك عشان ما يعجنش منِّك. حمّريه وهو متجمد وهيستوي جدًا وهيبقى رائع على ضمانتي، ما فيش أي مشكلة جدًا. لكن لو سِبتيه يفِك منِّك بعد ما اتجمد هيعجن، الcover هيعجن معاكِ. ما انصحكيش أبدًا إن أنتِ تحمّريه لو مفرّزاه، ما تفككيهوش، حمّريه وهو مجمد هيستوي على طول، لإنه رقيق جدًا وهي لحمة مفرومة هتستوي في أقل من 10 دقايق تكون مستوية معاكِ. زيت سخن زي ما إحنا شايفين أهوّة، ونحمّر عادي جدًا، أو اللي عنده air fryer رشة زيت وفي الair fryer هتبقى جميل، طِعِم جدًا ومضبوط، مش هيفِك منِّك أبدًا. أنا على فكرة محمّره وهو مجمّد أهو قدّامكم، كان مجمّد ماسك نَفْسه خالص، وهيتحمّر على طول في ما فيش يعني ما بيكمّلش 7، 8 دقايق بيبقى جميل والcover بتاعه روعة، طِعِم جدًا لإن أنتِ متبّلة الcover نَفْسه. البيض واللبن كمية الكيلو من اللحمة أخَد بيضة وحوالي نُص كوباية من اللبن، عليهم رشة فلفل أسمر. شايفين الجمال واللون الرائع؟ الريحة رهيبة، رهيبة، رهيبة. اللي على الcover ده توابل الكفتة، لإن أنا حاطة على الcover بتاعي توابل كفتة، وتوابل الكفتة بتاعتي فيها حاجات مايلة للخضار كده زي الزعتر، فبتبان في الcover طبعًا بتدّي له طعم رائع. التوابل اللي أنتِ حطيتيها بالضبط على اللحمة لازم تحطيها على الcover. شايفين مستوية وجميلة إزاي؟ لونها رائع. وبوفتيك لا يمكن حد هيعرف إن هو لحمة مفرومة، هو بوفتيك يعني. فجميل جدًا، جدًا، جدًا. شايفين بألف هنا وشفا عليكم، بس اعملوه بنفس الطريقة كده ونفس المقادير وقولوا لي رأيكم. لازم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، سيبوا لي كومنت قولوا لي فيه إن أنتم عملتوه وشوفوا عجبكم والّا إيه، وقولوا لي قدّميه بقى مع رز بشعرية، مع رز بسمتي، أي حاجة أنتِ عايزاها. طبعًا رز بشعرية أوفر كتير في الغلا اللي إحنا فيه ده. يالّا كانت معاكم إيناس حسنين، واتبسطت جدًا معاكم، أشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهتوحشوني.